فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، وكلما تدرجت في حياتك تبلغ الكمال. وقد كنت عفى الله عنا نعاتب بعض زملائنا المدرسين، وإن كان لا ندري هذا يعني يحسن نشره أو لا، لكن المقصود أنت بطريقتك تفهم المقصود. يأتون لطلاب في المرحلة الابتدائية أو في الأول متوسط، ثم يريد أن يجعل منه أن يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض، ثم يريد أن يذهب من الصباح إلى الظهر في المدرسة، ثم يلزمه من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء في حلقات التحفيظ، ثم يقول له هذا يوم الجمعة الذي هو يوم إجازة، هذا يوم عبادة يوم طاعة، فلنذهب إلى الحرم فلنحضر درس فلان. محال أن سيمضي هذا الابن معك، محال. ومحال إن شاء الله أننا نحجب الناس عن طاعة الله، لكن حتى يطيع الله ويبقى في الطاعة من الجنون أن تكلفه في صباه ما لا يطيق. لا يخاطب ابن 20 كما يخاطب ابن 40، ولا يخاطب في شرع الله ابن 60 كما يخاطب ابن 40، ولا يخاطب ابن 80 كما يخاطب ابن 60. هذا محال. ويأتينا من يقول كان أبو بكر، قلت له أبو بكر يوم أسلم كان عمره 38 عاما. الإنسان يتأسى بالقرآن ولا يجعل حاكما أعظم منه. والله عز وجل ذكر نبيا وذكر أبناءه، قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. هؤلاء أولاد نبي، فلم يعترض يعقوب على أنهم يرتعون أو يلعبون، لكن حدبه حبه شفقته تعلقه بيوسف منعه. لكنه لم يقل لأبنائه كيف ترتعون كيف تلعبون وأنتم أبناء نبي، لأن هذه حاجة ملحة لا بد منها. فسر إلى الله بتأودة بطريق عظيم. عظم الصلوات الخمس، عظم صلاة الفجر، عظم برك لوالديك، واجتنب الفواحش. ورويدا رويدا، ولا يغرنك انفعال أحد أو بكاؤه أو صراخه على المنبر. هو خطبة يريد أن يحضرها ويريد أن تبلغك، لكن المهم أنت أعلم بنفسك من أي خطيب، وأعلم بنفسك من أي واعظ، وأعلم بنفسك من أي عالم. سسها تدريجيا حتى تصل إلى مقصودك. الهمم العالية مطلوبة، لكن بلا شك أن البعض عفى الله عنا وعنهم في التعليم في الخطابة يكلفون الناس ما يعلمون بلا شك ولا ريب أنهم لن يطيقوه. مما أهلك الناس ضرب أمثلة بفرد وتنسب إلى أمة، وهذا لا يصح لا عقلا ولا نقلا. يأتي أحد لرجل واحد أو اثنين عاش في زمن التابعين أو في تابع التابعين، فكانت منه عبادة عظيمة حتى أصبح مشهورا بها بين الناس، وهو رجل أو رجلان أو ثلاثة ما بين مئات الألوف من أهل ذلك الزمان. فيأتي الخطيب، يأتي الواعظ، يأتي المعلم بعاطفته بحسن نيته ويقول كان السلف، هو يتكلم عن رجل أو رجلين أو ثلاثة. فيأتي هذا المتلقي يقول كان السلف يفعلون هذا وأنا هكذا، يبدأ اللوم، يبدأ العتب. فماذا ينجم عن اللوم والعتب؟ إما أن يقول أنا لا أطيق ولن أصل إلى أولئك الأفذاذ، فعلى ما أنا أسارع، على ما أنا أسابق، ويترك الأمر بالكلية فيخسر روحه وجسده. أو يأتي متنطعا في دين الله ويروم أن يبني قصرا على رمال لا يلبث أن ينهدم إلا من هدم اليوم ينهدم غدا. لكن العاقل يمشي بخطى يتبع بعضها بعضا حتى يصل إلى مقصود.